أنا باسم الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية. سعداء بأننا موجودين مع حضراتكم، ونشرف بأننا موجود في حضرة الضيوف الكرام. الجلسة دي الحقيقة إحنا بنتكلم على التوسع العمراني والتوسع في القطاع العقاري، في التمدد للصناعة ديت من مصر وتصديرها إلى خارج مصر. شفنا حصل في خلال السنتين اللي فاتوا توسعات كبيرة جدا لعدد كبير من الشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات من مصر، بدأوا يخرجوا للتوسع والاستثمار في دول كتير زي السعودية والإمارات وعمان والعراق وليبيا وغيرها من الدول. وده الحقيقة من الحاجات اللي احنا عايزين نذاكر مع بعض، هل ده كان شيء إيجابي بالنسبة للسوق العقاري المصري ولا بيؤثر بالسلب على السوق المحلي؟ وده هنشوفه مع في حضرة الضيوف الكرام. نبدأ بالتعريف بالقامات الموجودة. المهندس محمد سامي سعد هو رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الدكتورة عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية وعضو غرفة التطوير العقاري، أهلا وسهلا بحضرتك. والمهندس وليد مرسي هو عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس مكتب DCI بلس للاستشارات الهندسية، أهلا وسهلا يا باشمهندس. والباشمهندس سيد عليوة رئيس مجلس إدارة شركة HUD للتطوير العقاري، أهلا وسهلا بحضرتك. ندخل على طول في النقاشات ونبدأ مع الباشمهندس محمد سامي. حضرتك رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، من وجهة نظر حضرتك مش هقول الترند ولكن التوجه في الخروج للتطوير العقاري والتمدد خارج نطاق القطر المصري، هل الحكومة المصرية أو الريجيليتور هنا في عليه أي نوع من أنواع الأعباء في تدعيم شركات المقاولات المصرية وقطاع المقاولات المصري في تصدير هذه الصناعة إلى الخارج، ولا هو الريجوليشنز الموجودة تكفينا لأننا نخرج بشكل جيد؟ هي الريجوليشن الموجودة ما بتمنعش خروج بره، وحجم العمل اللي كانت تنفذه الشركات المصرية كان ضخم جدا، وتنامت قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات ضخمة في توقيتات قليلة. ولما انحصر حجم العمل اللي موجود هنا كان ضروري ان يحصل خروج للخارج عشان الشركات تقدر تحافظ على النمو بتاعها. فكان في بعض معوقات تم حلها، وفي بعض معوقات لا تزال موجودة. كانت رسوم توثيق شهادات الخبرة لأنها كانت بتبقى مطلوبة بره كانت غالية جدا وكانت مكلفة جدا. تم تعديل هذه الرسوم إلى الحد الأدنى وأصبحت مشكلة من الماضي، والحقيقة الحكومة تعاونت في هذا الموضوع تعاون جيد جدا. إنما لما تيجي تسأل المقاولين أنت ليه ما بتاخدش شغل بره، بالرغم من إنك طلعت بره، وفعلا التوجه بتاع طلوع بره ده قرار خدته مجالس إدارات الشركات كتيرة جدا، وتوجهوا إلى السعودية وإلى العراق وإلى ليبيا. إنما حجم العمل المردود بتاعه اللي راجع ما كانش بالمردود المطلوب اللي احنا متوقعينه لغاية دلوقتي، بسبب صعوبة إصدار خطابات الضمان. هذا الموضوع تم رفعه لأعلى جهات في الدولة، لابد من حل في موضوعات خطابات الضمان، لأنه إصدار خطاب ضمان بالعملة الأجنبية يعني شيء صعب جدا. عشان كده احنا لجأنا ان احنا نطلب ان هم يعملوا شراكات، وده خلانا نوقع مجموعة من البروتوكولات مع الجهات اللي منوط بيها العمل، زي السعودية، زي العراق، زي ليبيا، زي الأردن، زي عمان. وقعنا مع كل دول بروتوكولات، وطلبنا ان الشراكات تبقى هي الأساس لغاية لما تتحل مشكلة خطابات الضمان. خطابات الضمان هي من أصعب المشكلات اللي مقابلة شركات المقاولات، لأن أنت حتى لو عندك ضمان هنا بالمصري ما بيطلعلكش ضمان يعني مقابل ليه بالعملة، يعني في مشاكل.
حتى يمكن الشركات الحكومية اللي بتاخد شغل بره عندها نفس المشكلة. فإحنا بننادي إن الشركات اللي تطلع بره تبدأ بالشراكات إلى أن يتم يعني حل مشكلة خطابات الضمان. دي أكبر مشكلة مقابلة. طيب لو خدت من آخر كلام لحضرتك موضوع الشراكات والتشجيع على الشراكات مع شركات محلية في الأسواق الدولية اللي احنا رايحين عليها، ورحنا للدكتورة عبير، هل لما بتيجوا تفكروا في فرصة استثمارية من منظور تطوير عقاري بقى خارج مصر، بتفكروا فيها كمطورين عقاريين ان احنا نخش وندرس السوق ونبدأ مع نفسنا وخلاص، ولا بيبقى الاختيار الاول ان احنا ندور على شراكات مع شركات ممثله هناك او على درايه بالسوق المحلي هناك؟ مساء الخير. وطبعا المنتديات او اللقاءات اللي زي دي الحقيقه بتعمل بالنسبه لنا يعني تكامل، لان بنقعد نتكلم شويه وبنشوف ايه واقع الحياه اللي احنا عايشينها. لكن حضرتك بتتكلم عن فكره الشراكات. انا شخصيا يعني أؤيد فكرة الشراكات في الوقت اللي احنا فيه ده، وعندي نماذج لشغلي كتير جوه مصر وكانت ناجحة، ويمكن عمرها 10 سنوات ومكملة على فكرة الشراكات. المطور بأراضي قد تكون بتاعت نقابات، أندية، ناس ما عندهمش يعني حرفية التطوير العقاري، فبيستعينوا بالناس اللي شغالة الشغلانة دي، فنجحت وماشية كويس وبتحقق نتائج للطرفين، للمطور ولصاحب الأرض. بره مصر يعني في تفاصيل كويسة ومفيدة وناجحة. لكن يمكن كنا بنتكلم قبل الجلسة وبنقول المدخل من هنا بعض مكاتب التمثيل التجاري لمصر في بعض الدول. يمكن أنا كان عندي اتصال قريب الوزير المفوض التجاري في العراق السيد معتز علي، وكان بيكلمني ازاي ان احنا نقدر نعمل هذه الشراكات بطريقة يعني ما تخسرش المطور المصري، الضمانات المالية ليه سواء في المعارض العقارية، فكرة تصدير العقار، الشراكات من خلال المكتب التمثيل التجاري. فيمكن دي أول خطوة الواحد بيفكر فيها قبل كمان ما يلجأ لبعض الأصدقاء، المعارف، الفرص الاستثمارية اللي بتجيبها لنا بعض المكاتب برا مصر. أغلبنا عنده فروع لشركته في دول مختلفة، اللي عنده في السعودية، واللي إحنا شخصياً عندنا مكتب آخر لشركتنا في الإمارات. مكاتبنا كمان بيبقى عندها فرصة أنها تدرس لنا الفرص الاستثمارية الحقيقية اللي ما تعرضلناش لأي ريسك ولا خسارات ولا تخسر علاقتنا بالمكان الآخر اللي احنا بنشتغل عليه. حتى لو مش هشتغل يعني في علاقات كمان شخصية، قد نكون سفراء لترويج العقار، ان هم كمان يجولنا في شراكات هنا في مصر. فيعني دي تجربتي الشخصية في فكرة الشراكات سواء جوه مصر أو برا مصر. طيب جميل، ولكن حضرتك بقى يعني متجهة نحو التوسع الدولي في التطوير العقاري، ولا السوق المحلي بيكفيكم ومبسوطين منه يا دكتورة؟ أنا شخصياً ما عنديش مشاكل مع السوق المحلي، وعندي علاقة طيبة مع عملائي ومع يعني شركائي. وكمان أنا عشان مهتمة شوية بالجنوب، فعندي سوق آخر جوه مصر اللي هو أسوان والأقصر والغردقة. الحاجات دي أنا مهتمة بيها جدا، عشان يمكن حضرتك لما عرفتني ما قلناش إن أنا الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان. ففكرة أسوان وفكرة التوسع داخل الجنوب دي فكرة يعني ممتازة، ومهتمة جدا أنا أني أكون أحد المروجين للاستثمار في جنوب مصر، لأنه في فرص استثمارية كويس قوي. احنا شخصيا عندنا طبعا فرصة ان احنا يكون لينا وجود في دبي في الامارات لوجود فرع لشركتنا، وانا كمان عاملة بروتوكول بيني وبين حكومة دبي في دايرة الاملاك والاراضي. باشمهندس وليد، حضرتك صديق عزيز، ويعني عندي سؤال مركب شوية. ايه التحديات بقى اللي ممكن تواجه مكاتب استشارية اللي زي مكتب حضرتك
في التوسعات او العمل على المستوى الدولي. ده اول نقطه. وعكسها بقى تماما المخاطر اللي بتقع عليكم، وخصوصا ان انا عارف انتوا بتعانوا ازاي عشان تلاقوا كادر وتدربوه وتشغلوه وتستفيدوا بيه في مكاتبكم هنا، وفجأة تلاقوه زي الفنانين والموسيقيين دلوقتي اللي بقوا بيطلعوا بره مصر كتير. مهندسين الكمبيوتر ومهندسين المعماريين برضو بقوا بيطلعوا بره مصر كتير بتنافسية ما بنقدرش احنا في مصر على المستوى المحلي نأفورد الارقام اللي بتتعرض عليهم بره. بتحلوا المشكلة دي ازاي؟ طيب، هي يعني هو الموضوع زي ما انت حضرتك قلت مضحك ومبكي في نفس الوقت. نتيجة التوسع فاحنا برضو بنتوسع وبنزود عدد وبنحاول ان احنا نحافظ على الاستاف او الكاليبرز اللي عندنا. بس احنا لجأنا مؤخرا لحلول سمارت شوية، ان احنا بنشتغل بحاجات كتيرة جدا بالاي اي. الاي اي بقى بيوفر علينا حاجات كتيرة ليها علاقة بالعمالة، ليها علاقة بالنولج وبالنو هاو، بان احنا بقينا بنقدم منتج مبتكر ما بقاش موجود. ففكرة ان احنا عندنا في مشكلة في تعداد الكاليبرز، هي دي احنا تغلبنا عليها بالجزئية دي. اما بخصوص الكواليتي اوف كاليبرز، لا احنا الحمد لله بنهتم دايما ان احنا التيم او الاستاف اللي عندنا ان احنا بننفست فيه جامد جدا وبقوة. طبعا للاسف في مرحلة ما يعني كان تقريبا شبه ايه، مفيش غير الناس دي، هاتوهم، بس بنحاول نحافظ على فكرة ان احنا بقى لما بنبتدي نخرج للانترناشنال او اوفرسيز، بالعكس دي كانت بالنسبة لنا فيري جود اوبورتيونيتي. احنا بندخل ليها من خلال التحالفات. احنا لما كنا بندخل الاول وبنأسس وبندخل كمكتب لينا تواجد او كيان، لقينا الموضوع بياخد وقت طويل، التسجيلات والورق. مثلا كيس زي السعودية، لا احنا لقينا ان الاوراق هي اوريدي الاجراءات ماشية، بس احنا داخلين في سنة والمواضيع ماشية بس يعني بطيئة. البروسيجرز في بعض من الدول اللي بتدعي ان التكنولوجيا عندها عالية هي بتاخد وقت طويل. فبنشتغل بالتحالفات او بالشراكات، ويمكن الشراكات دي بتوفر لنا شوية حاجات ليها علاقة بالنو هاو او بالنولج او بثقافة المكان بالدولة. في بعض من الدول بنبقى سعداء جدا واحنا شغالين فيها، زي زامبيا. يعني احنا لينا شغل في المرحلة اللي فاتت دي في زامبيا، او مثلا زي فرنسا او الحاجات دول تانية. لا ابتدينا نعمل فيها بروجكتس بطريقه اوسع. واللي بيعجبني في الحاجات الانترناشونال هم بيبقوا دارسين كويس، عكس ما احنا هنا المواضيع عندنا في مصر ما بتبقاش ويل ستاديد يعني على كل اللايرز عبال ما بتجيلنا. يعني اقصد مش الانجينيرنج وبس يعني. ف we are doing our best ان احنا to penetrate وان احنا to be standing alone, and now we are يعني expanding يعني رغم عن التقلبات اللي عماله بتحصل في السوق الفتره اللي فاتت. ولكن حجم الاسواق هناك وحجم الشغل هناك بيؤثر على توسعاتكم في السوق المحلي؟ لا بص هقول لك على حاجه. هو السوق هنا في مصر يعني ups and downs للشركات مش للسوق. السوق عمال بيتوسع. مصر فيها اكتر من 36 هب، يعني زي ما الدكتوره ذكرت ان هي شغاله في الاقصر واسوان. احنا معانا حجم شغل في صعيد وفي محافظات مصر اكتر من الحاجات اللي في الشروق و6 اكتوبر. يعني اولموست معانا مثلا 4 كومباوندز في 6 اكتوبر، بس حجم الشغل اللي معانا في بقيه الجمهوريه. هو الميزه اللي فيهم ان الناس بتشتغل بالطريقه بتاعتهم، بالاسلوب بتاعهم، بالنو هاو، بالنولج، بالكلاينت بتاعهم. هو ما بيسوقش زي ما كنا بنقول مع الدكتوره بيجيب المغني بيسوق بطريقه مختلفه شويه، لان الكلاينت بتاعته النيتشر بتاعته مختلفه برضو شويه. فما اثرتش علينا. احنا بنحاول بس ان احنا ايه to keep standing and expanding يعني. اسف انت. تمام. باشمهندس سيد، رد واضح وصريح. هل تعتقد خروج المطورين العقاريين للأسواق الدولية نقطة إيجابية في صالح القطاع العقاري المصري أم لا؟ أنت مطور هنا اهوت ولست مطور المشروع الواحد. أنتوا يعني ما شاء الله الشركة عندكم شغالة في أكتر من منطقة وشغالة في أكتر من مشروع. فالتوسع على المستوى الدولي في صالح القطاع العقاري المصري؟ يمكن بس انا كان ليا الحظ ان احنا موجودين في اكتر من دولة عربية بمجالات مختلفة غير التطوير العقاري. ده خلانا ان احنا ندرس كويس الدول دي. يعني الحمد لله احنا موجودين في قطر من زمان، موجودين في الامارات، موجودين في السعودية، في عمان، الكويت ما حبيتهاش معلش انا صادق في الحتة دي. كان عندنا شركات تنظيم معارض وايفنتات، عندنا شركات بتعمل فاندز في الستارت ابس.
فاخدنا جوله كبيره في دول الخليج اغلبها يعني. من اكتر الدول اللي شايف ان فيها فرصه حلوه قوي يمكن السعوديه وعمان، لان الامارات تكاد تكون خلاص يعني الناس ابدعوا في كل حاجه هناك، والموضوع صعب جدا من اي سكور اكاونت، لان احنا التطوير العقاري في مصر مختلف. احنا دايما اغلب المشاريع اللي احنا بنعملها بتكون تحت الانشاء، فبندي فرصه للعميل ان هو يقسط لحد 10 سنين، وزي ما الاساتذه الافاضل قالوا ان انت بتشتغل مطور وبتشتغل ممول وبتشتغل تحصيل، ودي الحاجات اللي احنا بنواجهها هنا في مصر. لما بتطلع بره الموضوع مختلف. يعني لو هديك مثال على السعوديه، واحنا عملنا شراكه قبل كده كتير في السعوديه، بس كان سكيل العمارات الصغيره، لان انت عارف السعوديه ما فيش عندهم فكر قوي الكومباوندز الكبيره ال 200 فدان ال 500 فدان. الموضوع بدا ده يدخل لهم جديد، لسه حديث بقاله سنه سنتين فكره الكومباوندز، لكن اغلب الناس كان فكر المقاول اللي هو بيبني عماره وبيسلم على طول للعميل. ففي السعوديه ما كانش في مشاكل بالنسبه لنا، سلمنا اكتر من مشروع، بس كلمه مشروع هنا مش كومباوند يعني سكيل العمارات. بتواجه ان انت هتلاقي عندك في وافي بيقول لك انت بتبيع على الخريطه، فبنبيع على الخريطه اصلا بتكون باني 30 40% من المشروع ده بالنسبه لهم كده انت بتبيع على الخريطه. النقطه الثانيه ان انت الحجم هناك الطلب موجود كبير جدا، بس اغلب السعوديين هم ما عندهمش امكانيات ان هم يشتروا. يعني لو بتكلم عن الشعب السعودي وده الحته دي واجهتنا فعلا، هو بيشتري دايما تمويل، فالدوله ساعات بتفتح التمويل ان هو يديله تمويل لحد 500,000. بعد كده السوق متغير، يعني كل شويه ممكن يخلي ال 500 دول بقوا 300 بقوا 150. اخر حاجه كانت صدفت ان هو بيديله 150 ومش عايزهم منه يعني بيكون غير مسترد يعني. فكان بالنسبه لنا ما عندناش مشكله ان احنا نبني حد 30 و40% ونسلم، بس السكيل الكبير انت هتواجه فيه مشكله. يعني احد الشركات الكبيره هناك محمد الحبيب، ده من الشركات الكبيره قوي في السعوديه. انا عايز اقول لك هو سكيل مرعب، يعني هو بيبني كومباوندز بالكامل ويشطبها ويفرشها وفي الاخر بيأجر ما بيبيعش. فاحنا عندنا السياسه بتاعتنا مختلفه، احنا شغالين في مصر بطريقه، وانت بتواجه ان بره الاسواق التانية كل حد ليه فكره وطريقته والريجوليتورز اللي موجوده يعني. بس اعتقد هو انت بتبقى محتاج تشتغل بالاستراكشر بتاع التطوير العقاري في كل دولة على حدة، على حسب شكلها وعلى حسب الريجليشنز الخاصة بيها وعلى حسب السلوك المستهلك هناك، لان سلوك المستهلك بيؤثر بشكل كبير جدا على طبيعة المنتج اللي انت بتقدمه يا باشمهندس سيد. احنا لما بنعمل شراكه هناك احنا بنعمل شراكه مع لو اتكلمنا على السعوديه فدايما اللي في الصوره كان الاصدقاء السعوديين، لان انت عارف في طريقه كده ان السعوديين مع المصريين ما بيتفقوش قوي في البيزنس، بالذات العميل لما يعرف ان انت مصري واساس الشركه مصري تلاقيه في حته خوف سنه يعني. فده بيحقق لي ماني وايز لكن ما بيحققليش اسمي. يمكن الاسماء الكبيره اللي بدات تطلع زمايلنا تطوير مصر وطلعت مصطفى وكل الشركات دي طلعت، بس احنا لسه ما شفناش الفيدباك. يعني خلينا برضو واقعيين، انت لسه ما شفتش الفيدباك من الشركات دي حققت ايه هناك. يمكن السوق المصري لا هو اقوى سوق لحد دلوقتي، واحنا الهدف من الشراكات اللي بنعملها بره هي شراكات للطرفين، هو برضو يجي مصر واحنا زي ما احنا بنعمل شراكات عندهم يعني بالعكس. كلام جميل. طيب لو رجعنا تاني لشركات المقاولات يا باشمهندس محمد، احنا عندنا تجارب وشركات عملاقه من سنين طويله زي المقاولين العرب وحسن علام وغيره من الشركات اللي خرجوا وأوراسكوم وخرجوا يشتغلوا في السوق الدولي سواء كان في افريقيا او في الدول العربيه بشكل كبير جدا وفي مشروعات قوميه وفي انفراستراكشر بتاع الدول. لما نيجي نعكس بقى الدايره ونرجع على مصر، ايه الشركات المقاولات المصريه بعد النجاح اللي عملوه بره ده يقدروا يعملوه لجذب الاجانب للسوق المحلي، خصوصا مع بدء الاستثمارات اللي على مستوى دولي زي راس الحكمه وراس بناس وغيره من المناطق اللي بدات تجذب استثمار اجنبي لدخول السوق المصري. شركات المقاولات ممكن يكون دورها ايه من وجهه نظر حضرتك وخبرتك في المنطقه دي، وكمان ايه اللي ممكن تعمله الدوله المصريه عشان تساعد شركات المقاولات المصريه على انها تاخد حصه من السوق بشكل كبير؟ الشركات المصريه القادره على العمل
عددهم في مصر هنا 35,000 شركة. دون يعني عدد الشركات اللي بيمتلكها قطاع التشييد في مصر، شركات متنوعة التصنيفات. في تصنيفات بتاعتهم بتبقى مخصوصة، يعني ليهم مش أعمال مباني عادية أو أعمال صرف عادي، لا بيتكلموا في إنشاء أنفاق، في سولار إنرجي، حاجات بالمنظر ده. ده بيبقى عندهم فرصة أكبر أما يطلع بره، لأنه لو طلع بره يشتغل إسكان هيلاقي المقاول المحلي اللي في الجهة بيبقى سعره هيبقى أفضل منه، المنافسة مش هتبقى موجودة. يعني إنه لازم وهو طالع يكون في دراسة للسوق، ودي بتنقص يعني عدد من الشركات. إنه بيطلع هو سمع إن في شغل كويس في السعودية، في العراق، يقوم يطلع يعني على حس الشغل ده. الحقيقة بيصادف مشاكل مش قليلة. الحكومة المصرية ما بتوفرش مجموعة من الدراسات أو أوراق العمل اللي تساعد في ده؟ لا، هو في المكاتب التمثيل اللي اتكلمت عليها الدكتورة بتوفر البيانات دي، زائد البروتوكولات اللي بيعملها الاتحادات مع بعضها. يعني حضرتك هو كل اللي مطلوب إنه يسأل قبل ما يروح ويعرف السوق اللي هو رايحه، لأن يعني في سوق بيبقى طالب مطورين مش عايز مقاولين، وإذا راح المقاولين مش هيشتغلوا مطورين فهيروح مش هيشتغل حتى لو عمل الإجراءات بتاعته المظبوطة. وفي سوق بيبقى طالب عمالة بس مش عايز لا مطور ولا مقاول، في سوق عايز مقاول. فقبل ما أروح لازم أكون عندي فيو على السوق اللي أنا رايحه. والكلام ده بينطبق برضو على أفريقيا الحقيقة. يعني أفريقيا برضو عندها مشكلة في التمويل، فبتفضل المطور اكتر من المقاول، لان المقاول بيروح في نوعيه المشاريع بقى اللي بنتكلم عليها، اللي هي يعني احنا هنا في مصر معظم المشاريع بتاعتنا مش اي بي سي كونتراكتس، بره بتبقى اي بي سي وبيضاف عليها اف اللي هي الفاينانس كمان. فنوعيه المشاريع الاي بي سي بتلاقي المنافسة فيها بره قليلة، وبالتالي لما تطلع تاخد مشروع بره تقدر تكسب فيه. يعني لو انت تشوف المقاولين العرب، لو تشوف اوراسكوم، لو تشوف السويدي، هتلاقيه بيخش في الاي بي سي، ما يخشش في الكونتراكتس اللي هو ياخد شغلانة ويمشي. لا، دي حقيقة ما تساعدش على استمرارية الشركة. ودي الخبرة اللي احنا خدناها من الشركات دي. هذه الشركات بتشتغل دلوقتي فترات طويلة جدا بره، بقى عندها قاعدة بيانات تستطيع الشركات المصرية اللي عايزة تسافر إنها تاخد بعض الخبرات بتاعتهم أو يطلعوا بالشراكة معاهم، خصوصا إذا كان ليهم تخصصات تتكامل مع هذه الشركات. لأن أي شركة مهما كبرت في المقاولات مش ممكن يكون عندها كل التخصصات، تحتاج بعض التخصصات أخرى. فلو حد عنده تخصص يتكامل مع الشركة في الشغل الخارجي، ده بيبقى نجاح، لأنه رايح الباك اب بتاعه شركة كبيرة هتقول له ايه شكل التأمينات، ايه شكل الضرايب. يعني في ناس كتيرة جدا ساعات بتروح ما يبقاش عارف الحاجات الأساسية، التكلفة بتاعته هتبقى شكلها ايه. هنا بيتعرض لكمية من المشاكل. بالنسبة للشغل جوه مصر، في يعني بوتنشال الفترة الجاية للشركات اللي جاية من بره على جوه. هنا بتقابلنا يعني هذه الشركات هل هتستطيع، لأن اللي جاي دلوقتي مش هيشتغل بالقانون 182 اللي الشركات متعودة تشتغل عليه، هو هيشتغل بالعقود المتوازنة أو عقود الفيديك. وده اللي خلانا إن احنا نتقدم في وزارة المالية بالاشتراطات الدولية للعقود، واعتمدناها من وزارة المالية، لأن المرحلة اللي جاية سواء جوه مصر أو بره مصر مش هينفع الشغل بالقانون 182 والنظم بتاعته، ولكن لازم هنشتغل بنظام العقود الدولية. فالفترة الجاية إن شاء الله الشركات بتعد نفسها إنها تشتغل بالموديل الدولي، لأن هو ده الموديل، سواء في المطالبات بتاعته، سواء في التمويل، سواء في الحاجات اللي بالمنظر ده، لازم يلتزم بيه عشان يقدر ياخد حجم عنه. طب وهل البنوك هنا في مصر في ظل التعاقدات الدولية وخدمة المطورين اللي جايين من الخارج والتوسع داخل السوق المحلي بقى، وده في استجلاب لعملة صعبة، هل البنوك هيبقى في لها أي دور داعم لشركات المقاولات المصرية؟ بالنسبة للشركات اللي جاية من بره،
زي مشروع راس الحكمه، ما اعتقدش في مشكله هتكون مع البنوك، لان هيتحط لها مقابل بالمكون الدولاري، فما اعتقدش ان هيبقى في عندها مشكله في انها تعمل يعني تساعد الشغل انه يتم. ومن غير كده تبقى مشكله كبيره، لان ده بدل انا بروح ادور على الفلوس جايه لي، يعني اتصور يعني دي هتبقى فرصه كبيره. المشكله بتاعت البنوك انه يطلع ضمانات دولاريه بره، لان هو مش ضامن السوق قوي، وفي نفس الوقت مش ضامن الشركه قوي. حتى لو الشركه عندها هنا ضمانات ما بيبقاش قادر ان هو يعني بتوع الائتمان في البنوك. يعني انا اذكر ان لما جينا اشتغلنا كمقاولين عرب يعني في الكويت، مستشفى جابر الأحمد الصباح كانت ب$1 بليون. لما جبنا حاولنا ناخد ضمانات مصرية، بالرغم انها شركة حكومية، يعني كانت شركة اساسا مضمونة والعقد حكومي، ما امكنش البنوك انها تمولنا، واضطرينا ان احنا نجيب الضمانات من بنك HSBC، هو اللي ادانا الضمانات وخلانا نكمل في دين. فاحنا ستيل عندنا محتاجين حاجه في حركه البنوك، في قانون البنوك، البنك المركزي انه يعرف ان في بورشن كبير جدا من الشركات المصريه تستطيع انها تخفف الحمل عن هنا لو اتحلت لها مشكله الاختبارات اللي انا بدات بيها الحديث بتاعي. شكرا جزيلا. السؤال اللي كان مخطط ليه في السكريبت له علاقه بالتوسع الدولي والكلام ده، ولكن خليني اروح للحته اللي حضرتك يعني فيها شغفك يا دكتور عبير. التوسع في السوق المصري بره المناطق الساخنه، المناطق الساخنه التجمع الخامس والعاصمه الاداريه وغرب القاهره والساحل الشمالي. حضرتك بصه في حته تانية خالص ونعتبرها بلو اوشن، وهي جنوب مصر والمحافظات الاخرى غير العاصمه. رأي حضرتك الشركات ايه اللي ممكن يميزها لما تفكر في الاسواق دي، وتأثير عودة فتح باب التراخيص في هذه الاحياء وهذه المدن بعد قرار السيد الرئيس اللي حصل مؤخرا؟ يعني هو فعلا انا يعني بقالي 20 سنة مهتمة بفكرة المدن الجديدة اللي على الظهير الصحراوي للمحافظات، وعشان أنا من أسوان فالموضوع هاممني زيادة عن اللزوم. فكرة العودة إلى الجذور، يعني أنتوا دايما تتكلموا عن تصدير العقار، طب نصدر العقار لمين؟ ما هو في ناس فعلا عملاء موجودين عايزين الوحدات السكنية اللي هي في جوه الإقليم بتاعهم. لما يرجع العاملين في الخارج دايما عايز بيت جنب أسرته القديمة، فما بيلاقيهوش للأسف. لكن مع التوسع في المدن الجديدة، يمكن في 20 مدينة جديدة في ال5 سنوات اللي فاتوا، فبيبتدي يدور على نفس الثقافة ونفس الجغرافيا اللي عايش فيها من أول ما اتولد لغاية ما سافر الدولة ورجع يبني بيته. النموذج القديم إنه هو بياخد حتة أرض ويبني حتة الأرض دي في مدينته. دلوقتي الموضوع بقى أسهل، عنده شبكة كبيرة جدا من الطرق، عنده بنية تحتية كويسة جدا للمدن الجديدة، عنده قطع أراضي مختلفة، يعني من أول القطعة الصغيرة للشقة لبيت العيلة للإسكان الاجتماعي. منتجات كتير عقارية موجودة في المحافظات من أول أسوان لمطروح. المستثمر المفروض أنه هو يبحث عن الفرصة، وإن اسمه هو اللي يروج للمحافظات اللي ما عندهاش مشروعات زي مشروعاته في 6 أكتوبر وفي برج العرب وكل الحاجات اللي هي المدن التي أصبحت مش جديدة بالنسبة لنا. لأني أنا من سكان مدينة 6 أكتوبر من سنة 87، فبقالي ساكنة في هذه المدينة من 37 سنة، ما أصبحتش مدينة جديدة وما فيهاش فرص جاذبة للمستثمرين اللي هم ممكن يروحوا بأسمائهم فقط عشان ينموا في المدن الجديدة اللي لها علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية. فأنا شايفة أنه المستثمر يبحث عن الفرصة اللي تحقق له أرباح وميزات ومبيعات موجودة وحقيقية،
ويمكن الدكتور وليد قاعد يقول حكاية، كنا بنتكلم في حكاية الترويج للمشروعات بفلوس العملاء. يعني لما بنعمل حفلة وتكلفنا 10 مليون جنيه، دي مش على حساب على فكرة المطور الهاوي مش المحترف. لا يعني احنا بالكتير في الجنوب هنجيب حجازي متقال وهنبقى مبسوطين جدا، والناس تتلم تبقى فرحانة قوي في هذا الايفنت العظيم الذي يعبر عن ثقافتهم وما ياخدش من اموالهم في بند قد يتحقق بالكامل بحفلة زي اللي احنا بنشوفها. كمان يمكن فكرة الكومباوند في الجنوب دي فكرة جديدة على المجتمع، لكن الجيل التاني من الشباب قد ايه فرحان ان هو عايز يشتري بيت بمواصفات عصرية بسعر مناسب، متحقق له كل الحاجات اللي بيشوفها في الإعلانات، الحياة كما ينبغي أن تكون. فأنا بقول يعني المطور الفاهم الذكي المحترف المفروض يفتح أسواق تبدأ من أسوان الجديدة وطيبة ومنيا وملوي والفيوم ومطروح وكل الظهير اللي حصل فيه وسوهاج. وأنا سامعة إن في يعني مكاتب استشارية وفي مطورين بيحققوا فعلا استثمارات أعلى في المبيعات وفي التواجد أكتر بكتير جدا من إنه ياخد حتة أرض مساحتها 2000 ولا 3000 متر بنفس القيمة دي، بيقدر ياخد فدادين في الجنوب والدلتا والمدن الجديدة اللي ظهرت في الخمس سنوات اللي فاتوا الحقيقة. تمام. يعني متفق جدا مع حضرتك. الرقعة العمرانية في مصر تضاعفت بالكامل في خلال 10 سنين، من 7% عمرانا في مصر أصبحت 14%، بأكثر من 35 مدينة جديدة مبنية على أسس الجيل الرابع وإنفراستراكشر غاية في الروعة، وده يشجع بشكل كبير جدا للاستثمار في كل ربوع مصر. لو رحنا بقى لباشمهندس وليد ورجعنا للتحديات اللي بتقابلكم كمكاتب استشارية هندسية في التوسع الدولي، في التنافسية مع انت دلوقتي هتنتقلوا لتنافسية عالمية مش تنافسية محلية، فالستاندردايزيشن مختلفة تماما، معايير مختلفة تماما، كواليتي مختلفة تماما. ايفن وحضرتك تطرقت لده، الذكاء الاصطناعي والاي اي والتكنولوجي اللي بتستخدم والبروبتك والتكنولوجيا العقارية بأدوات مختلفة عن اللي ممكن تكون مستخدمة في السوق المحلي. يعني ايه التحديات اصلا اللي ممكن تكون بتقابلكم وبتتخطوها ازاي وبتقدروا تخشوا في التنافسيه العالميه بشكل كبير، بغض النظر عن كواليتي المهندس المصري؟ احنا طبعا عندنا اذكى ناس في الدنيا. ده من الطفوله. ايوه بالظبط. طفل مصر. لا هو دايما مصر انا بشوفها دايما سوق واعد يعني. خلينا نقول الدول الاخرى شايفانا ازاي. معظم الدول الخارجية بتشوف مصر is a low cheap price service provider whatever بقى، هندسة، طب. يعني حتى الطبيب المصري لما بيخرج بأجر فهو بيخرج بأجر أقل من زميله الإنجليزي، رغم إن ممكن المصري يكون بيقدم خدمة أفضل من زميله الإنجليزي. يعني دي مشكلة عشان تتحل، دي محتاجة على المجال الدولي ان هي تبتدي تتحل. وانا ارى ان احنا لازم يكون الدولة ليها تدخل، لان في الاخر ده له عائد كبير على الاستثمار في مصر. بس زي ما هي يعني تحدي، هي كانت فرصة ان هي بتسحب عمالة او بتسحب او بتجيب لنا حجم من الشغل. بس ده ما يمنعش ان في كومبيتيشن اقوى. يعني عايز اقول لك في بعض من البروجكتس واحنا كنا بنقدم، كان في مكاتب في الهند او مكاتب في سنغافور بتقدم اولموست بنص سعرنا، واحنا بنحاول ان احنا نكون بنقدم ببرايسنج الكومبيتيشن بتاعته تكون كويسه، بس لا زال في برضه فرق العمله في بعض من الدول الاخرى. لكن على جوده المنتج، احنا المنتج بتاعنا منافس جدا على كل المستويات من اول الفكره لحد الانجينيرنج. يبقى في تحدي احنا بنقابله على كل المستويات واحنا داخلين مع معظم الديفلوبرز، اللي هو فكره ان الR&D ما بيكونش معمول بعمق. يعني دي المشكله اللي احنا دايما بنقابلها، ديفلوبر جوه مصر، ديفلوبر بره مصر، الR&D اللي بيبقى جاي لنا بيه ما بيبقاش دقيق او متوسع شويه.
بس في نفس الوقت كان عامل لنا ميزة تنافسية، واحنا بنتوسع او بنطور، ان احنا بنحاول دايما نفكر في الحاجات اللي احنا بندرسها تكون بعمق حتى لو كانت هنا جوه مصر. يعني خلينا اعلق على جزئية بخصوص الصعيد. يعني من ضمن الحاجات اللي كنا بنقابلها ان مثلا في محافظة زي اسيوط هناك كان في سينما واتقفلت، رغم ان سكان اسيوط من اغنى ومن اعلى الناس هم والمنصوره، بس في هناك لما تيجي بقى تدرس الثقافه بتاعتهم وهم بيفكروا ازاي، لا هم بيبصوا دايما للحاجه as an investment. الراجل شقه ومسافر بره عشان في فلوس يحطها في investment، مش بيحطها في entertainment. رغم عن كده انا على يقين ان projects for entertainment will go ahead. نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها هنا دي لما بنيجي بنتكلم فيها على تحديات دوليه، انت ازاي تقدر توجد افكار جديده فريش. وده اللي فيه في بعض من الديفلوبرز بيحاولوا ان هم يروحوا لكونسلتنت انترناشونال عشان يحصل على الافكار فريش. الموضوع ده بيجي ببساطه ان انت بتدرس انسانه البشر في المنطقه دي، الكالتشر بتاعتهم عامله ازاي، الفكر، التوجه، ايه اللي ناقصهم، وبناء عليه تبتدي تبني الفكره بتاعتك. وهي دي التحدي، ازاي تعمل مكان يكون فيه رحابه، البني ادم لما يكون جواه يبقى مبسوط مستمتع، حاجه تعيش، مش حاجه تبقى فكره وتروح، مش حاجه عباره عن بوم. كنا بنتكلم لما تعمل ديزاين للبروجكت هو اللي هيتنفذ، ما يطلعش مشروع رابع غير اللي كان متصمم. كل الكلام ده في اللايرز بقى بتاعه التصميم بتعدي منها للتحدي. والتحديات بقى الانترناشونال اللي احنا بنقابلها، الثقافه، فكره الفاليو انجينيرنج. باي ذا واي يعني الفاليو انجينيرنج اول اوفر ذا وورلد، مش هنا في مصر بس. يعني ده ان حضرتك هتبني مبنى وات ايفر، هاي رايز، كومباوند، فيلا، لازم يكون فاليو انجينيرد الى اخره. بقى الحاجات اللي احنا بنقابلها في المجال برضو بتاعنا، ازاي ان التحديات الجلوبالي زي مثلا فكره الكوفيد وازاي نقابله في البروجكتس بتاعتنا، يترجم ازاي ده عندنا في المنشآت بتاعتنا، حتى لو كانت منشآت متخصصه او منشآت بسيطه الى اخره، لحد ما نطلع منتج منافس. بس لما اجي اسال حضرتك على المنتج بتاعكم، هو منتج سهل التصدير من خلال كيتشن او خليه عمل ممكن تكون موجوده هنا وبتشتغل ريموتلي، ده بيساعدكم او بيشجعكم على اي نوع من انواع الكولابريشن مع مكاتب استشاريه عالميه؟ احنا بالفعل متعاونين مع اكتر من يعني زي شركات المقاولات بيحتاجوا هم يروحوا بنفسهم عشان يشتغلوا في مشروعاتهم. فاهم قصدي حضرتك؟ خلينا نقول حاجه، احنا لما بنبتدي اي بروجكت طبيعي ان احنا بنعمل زي يعني هيكله، احنا دورنا ايه في المشروع. لما بنيجي داخلين في مشروعات بنعمل تفاعل مع شركات استشاريه غير تخصصنا، زي مثلا شركات المانجمنت او زي شركات الكونستراكشن او شركات الديفلوبمنت او خلافه. فاحنا بنبقى جزء ما بنتعارضش مع الفكر بتاعهم، وفي نفس الوقت هم محتاجين للخبرات بحيث ان احنا بنكون فريق عشان تو وين ذا جيم. يعني at end of the match لازم نطلع كلنا عارفين نلعب مع بعض، وعارفين نتعاون مع بعض، وعارفين نوصل الديفلوبر لبر الامان، وان هو يكون كسبان والى اخره، وعاملين مشروع حلو كل الاطراف تكون مستفيده يعني. فده حاصل بالفعل. يعني احنا في فرنسا اوريدي لينا تشارك مع مكتب فرنسا، ويمكن ده كان احد الحاجات اللي سهلت لنا دخول افريقيا. في السعوديه شرحه، في قطر شرحه، مش بحجم المشروعات اللي بنحاول ناخدها هناك. احنا برضو عندنا رؤيه، لان يمكن في جزء من التفاعل زي ما كان الباشمهندس كان بيذكر ان المستثمر السعودي بيخاف من برضو المستثمر المصري. انا ياما قابلت ديفلوبرز او مستثمرين يهابوا الذهاب هناك يعني لابعاد كتيره، والطرف الاخر شرحه. بنقعد عشان اصلا يعني نسهل الافكار، لان احنا احد اطراف المعادله، يعني ده بياخد مجهود كبير يعني. شكرا جزيلا. استكمالا كده باشمهندس سيد بقى للراوند اللي احنا بنتحرك فيها دلوقتي، اللي لها علاقه بجوده المنتج المحلي للمنافسه الدوليه. المنتج العقاري المصري، وحضرتك مطور عقاري وشغال في منتجات مختلفه عقاريه. المنتج العقاري المصري، ايه المواصفه اللي نقدر نقول عليها الروشتة الجيدة ليه كي يكون قابلا للتصدير؟
ان والتصدير دي مش معناها ان هو رايح للاكسباتس او المصريين العاملين بالخارج، لان المصري اللي عامل بالخارج هو سلوكه قريب من سلوك المصري العامل بالداخل. انا بتكلم على الاجنبي الغير مصري، المنتج اللي بيقبله في السوق المصري عشان يشتريه، وهو ده اللي نعبر عنه كتصدير للعقار بشكل ما. ايه المواصفه بقى اللي انت حضرتك شايفها في المنتج العقاري المصري كي يكون ناجح وقابل للتصدير؟ احنا فعلا بنقدم منتج بينافس في كل الدول اللي موجوده بره. المنتج العقاري مصر عندنا من احلى المنتجات ومن اقوى المنتجات العقاريه اللي ينفع تتصدر بره. هتيجي لفكر احنا المنتج العقاري ده مختلف، يعني انواع كتير، يعني مش شرط ان هو يكون سكني فقط. انت عندك فيرست هوم، عندك سكند هوم، وعندك ادمنستريتيف وكوميرشال، وعندك ميديكال. فالمنتجات اللي احنا بنقدمها دي كلها مختلفه، تقدر تصدرها بره. هتيجي لنقطه، يعني لو اتكلمنا عن السكني الاول، يجي يقول لك انا عايز اشتري سكني، عندك رقم واحد لازم يكون حاجه متشطبه، يعني سواء مصري مقيم في الخارج او حد خارج مصر. اذا من اهم المواصفات انه يكون كامل التشطيب. بالظبط. في بقى حاجه اكسترا، في ناس بتبقى عايزه لا الموضوع فندقي، يعني هو عايز كمان متشطب وفرنشد، يكون فيه الفرنتشر. ده بيتحقق في الحاجات الساحليه، لان طبيعي اي حاجه ساحليه معظمها الناس بتسلم متشطب وفرنشد. في حاجه تانية ملهاش علاقه في اللي هي العلاج، يعني في السياحه العلاجيه، فالسياحه العلاجيه دي مهمه جدا. حاجه تانية ليها علاقه بالدوله، يعني احنا ممكن نقدم منتج محترم جدا وفي الاخر هنقابل ان اللي جاي من بره مصر ده عايز تسهيلات، عايز فاسيلتيز، عايز مميزات. ده مش دوري انا كمطور عقاري ان انا اقدم له الحاجات اللي هو محتاجها، ده دور الدوله. انا هديله منتج عقاري محترم بينافس، بس عشان نقدر العميل ده يجي يشتري، الدوله لازم تعمل ماركتنج. انا مهما كان بادجيتي معينه مش هقدر اعمل ماركتنج مش لمشروعاتك، ماركتنج الناشونال براندنج للمدن وللخيرات الموجوده داخل الدوله نفسها، جاذب للبلد. بالظبط. هو الموضوع ملوش علاقه بالمنتج قوي قد ما فكره ان انت بتماركت لمصر، يعني اديني 8 كوبري وانا اعمل لك ماركتنج محترم قوي. فالموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بيجي يعني مثلا لو انا بسافر الامارات، من اول ما تركب الطيران بتاع الامارات بتلاقي ماركتنج لكل الاماكن اللي انت ممكن تروح تزورها في دبي. ده فعلا مش متحقق عندنا. الموضوع السياحه ده برضو مش دوري انا كمطور عقاري، ده دور الدوله، دور السياحه. يعني احنا شايف كده ان كل الجهات اللي موجوده بكل وزارات مختلفه هم محتاجين الناس دي تقعد مع بعض، يكون فكرها واحد. يعني لو قلنا مصر دي اشبه بشركه وحد بيدير الشركه دي، فانت عندك ادارات مختلفه. كل الادارات دي طبيعي ان انت بتيجي تقيمها كل شهر او كل اسبوع وتعمل معاهم ميتنج، تشوف الاداره دي وصلت لايه، لان انت عايز تحقق هدف واحد. لو قلنا الهدف بتاعنا هو تصدير العقار، فالعقار ده مرتبط بادارات تانية كتير. ممكن اول حاجه ممكن من ضمن العقارات ان انت بتتكلم على الصناعي، الجزء الصناعي. طب هنصدر الجزء الصناعي ونقول للناس تعالوا ابنوا مصانع عندنا ازاي من غير ما نقدم لهم تسهيلات؟ يعني زي ما كنا بنتكلم قبل كده، السعوديه بتقدم تسهيلات مرعبه في اي حد عايز يصنع عندهم. وحصل ان في انا ليا اصدقاء عندهم مصانع في العاشر والسادات قفلوا هنا وراحوا فتحوا في السعوديه من التسهيلات اللي بيقابلوها. ده برضو منتج عقاري بس صناعي. فالمنتجات العقاريه هي مختلفه. احنا دورنا في الحاجات اللي احنا شغالين عليها بنقدر نعمل تسهيلات على قد ما نقدر. في حاجه ساعدتنا، موضوع الانفليشن هو ساعد ان الناس بقت شايفه ان التسعير عندك رخيص، وشايفه ان احنا عندنا مده تقسيط طويله. بس احنا مش لازم ان احنا طول الوقت بنعتمد على النقطتين دول، ان احنا عندنا في انفليشن وفرق العمله وعندنا مده تقسيط طويله. في عقارات بتتباع من غير ماركتنج. يعني عندنا في مصر لمكانه مصر ان هي اكتر مدينه امنه بالنسبه للمدن اللي حواليها. يعني هديك مثال، انا عندي اكتر من 150 او 200 عميل جنسيات مختلفه كانوا اشتروا في الفتره اللي فاتت السنه دي، يعني بنتكلم على السنه دي. طيب الناس دي اشترت كل واحد لو قلنا 100 بس وضربت في رقم 4 متوسط 4 مليون، فانت بتتكلم 100 في 4 ب 400 مليون. خلاص. طيب لو كل مطور عقاري، والنسبه دي جنسيات مختلفه، السودان، اليمن، فلسطين، فالجنسيات دي سوري طبعا، سوريا، فالناس دي كلها اشترت انها شايفه مصر هي الملاذ الامن. ده من غير ما تعمل ماركتنج، يعني هي مصر كلوكيشن هي معروفه هي الملاذ الامن. فالناس دي كلها جت اشترت عندك. طب انا مطور عقاري في 100 دي اشترى عندي ب 400. طب تخيل بقى الرقم ده لو في 1000 مطور عقاري برضو عنده عدد 100، فانت بتتكلم
40 مليار او 400 مليار ده دخل مصر من غير ما تقول جوده المنتج ومن غير ما تتكلم عن اي حاجه. فكره ان مصر هي الملاذ الامن، الناس دي انت عايز تخاطبها انها تفضل موجوده، ما هو لازم تخاطبه في حاجات مختلفه. يعني انا عايز اقول عايز اصدر منتج عقاري برضو، طب ما انا الموضوع مرتبط ان تجيب مدارس مختلفه انترناشونال. يعني اغلب اصدقائنا في السعوديه او ده بيخلوا ولادهم يتعلموا بره، طب ليه ما يجيش يتعلم في مصر؟ الجامعات نفس الفكره. فهي حلقه مرتبطه ببعضها، صناعه، زراعه، تعليم. فانت طبيعي انت مثلا ولادك هيبقى المدرسه بتاعتهم في العلمين، هتروح تشتري شقه في العلمين عشان تبقى جنب المدرسه او جنب الجامعه بتاعتهم. فانت عايز تصدر وده اللي حصل في السخنه لما جامعه الجلاله افتتحت، بدا يحصل ترويج بشكل كبير جدا لتشغيل مشروعات كانت يعني ايه بتدفن في السخنه، صحيت تاني من النوم واشتغلت وحصل فيها رواج سواء على مستوى البيع على مستوى التاجير والتشغيل. بالظبط. فانا من ناحيتي انا ممكن اقدم اللي هو الطبيعي، عايز متشطب هعمله متشطب، عايز مده طويله هعمله مده طويله. بس في حاجات بتكون مش مرتبطه بالمطور العقاري، مرتبطه بجهات تانية هي تعملها، تعمل ماركتنج للصناعه، تعمل ماركتنج للتعليم. فده هيخلي الناس تبقى موجوده هي ساكنه وعايشه. يعني على فكره الموضوع ده هيأثر في كل حاجه. انا مش عايزه كمستثمر جاي يشتري يونت وخلاص، لا انت عايزه مقيم موجود عندك. وبينافسك دول كتير في النقطة دي، اخوانك اللي موجودين في الامارات والسعودية وقطر فعلا بينافسوا بقوة. متفقين جدا، يعني ربع الموارد الموجودة عندنا في أي دولة تانية ممكن يتنفخ فيها ويتعمل بيها ناشونال براندنج وكامبينز كبيرة جدا للاستفادة منها. مصر فيها موارد كتيرة جدا، وكمان فيها عوامل محفزة. يعني تصدير العقار حصل بعض سن بعض القوانين في خلال السنتين اللي فاتوا، وإجراءات وطرق للحصول على الإقامة والإقامة الذهبية والجنسية والباسبور في مصر، وما حصل لهمش ترويج. ففي كثير من المطورين نفسه يصدر عقاره بره وما يعرفش الاجراءات دي اصلا عشان ما يعرفش عنها حاجه، او ما اشتغلش عليها، او الدوله ما ساعدتوش في الحته التسويقيه الخاصه بالناشونال براندنج. انا بقول لك يعني في مبيعات فعلا تمت من غير ماركتنج، فكره الامان. انت عايز تكمل بقى تعمل الماركتنج ده، انت كمطور عقاري او كلنا كمطورين عقاريين مش هنعمله لوحدنا. فاحنا يعني بما اننا موجودين هنا فبنناشد كل الجهات المختلفه، لان العقار هو هيأثر على كل القطاعات التانية. لان انت لو جبت الناس دي استقطبتها ان هي مقيمة عندك فخلاص بقى يعني كل القطاعات التانية اشتغلت عندك. شكرا جزيلا. انا شاكر حضراتكم جدا. نشوف بس لو في اي سؤال من الفلور او من السادة الحضور ونختم جلستنا. في اي اسئلة؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، وشاكر تشريف حضراتكم باشمهندس محمد سامي سعد، الدكتورة عبير، الباشمهندس وليد مرسي، والباشمهندس سيد عليو. شاكرين لحضراتكم.